السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. جبت حاجات حلوة جدا 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 من التخفيضات بقى والحاجات دي. النهاردة جبت حاجة، وفي حاجات كنت نازلة على شي ان، وانا لما كان معايا الصور بتاعتها كنت هطلبها من شي ان بس لقيتها في اول حاجة جبتها الحزام ده، الحزام الابيض ده. لو تفتكروا في الفيديو المشتريات اللي فات او اللي قبل اللي فات كنت جايبه الحزام ده، بس كنت جايبه منه الاسود، فالمره دي جبت منه الابيض. بصوا يا جماعه، عملي بطريقه رهيبه وشيك جدا 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 في اللبس. تلبسيه على بنطلون وايد ليج، اي بلوزه مهما كانت عليه هتحليه، هتخليه قمر. فاهو جبت منه الابيض، طبعا هتلاقوا صورته هنا، وجبت منه الاسود تاني. يعني انا جبت الاسود تاني وجبت الابيض. الاسود ده انا جبته لماما لان هو مريح وكده وعجبها، فجبت لها واحد. جبت لها الاسود وجبت لي انا الابيض لان انا عندي الاسود. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه جبتها واللي كانت عجباني قوي الكارديجان ده. الكارديجان ده لونه اخضر تحفه. بصوا بصوا، الكارديجان ده لونه اخضر كده بس خرافه يا بنات. بصوا، وصورته برضو هنا. كل ده هتلاقوه، يعني كل حاجه هتلاقوني منزله صورها، لان انا اصلا كنت هجيبهم من على الاونلاين بس لقيت شكلهم حلو فجبت ده. وطويل طويل، هوريكم طوله على الموقع، يعني طويل وعجبني قوي. جبت كمان تالت حاجه معانا قللت من بناطيل الضيقه كتير، فجبت ده الجاكيت الصغنون ده، وجبت عليه بلوفر من تحت ابيض بس مش هوريهولكوا دلوقتي يعني. اهو جبت ده وقلت هلبسه على بنطلون الوايد ليج الاسود، هيبقى تحفه. اهو ده شكله، وبيتربط كده من قدام برباط كده، بيبقى تحفه 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 حرفيا. فده تالت حاجه معانا. جبت كمان رابع حاجه معايا الشال. الشال ده عجبني. ممكن ناس تقولي لا ده مش ستايلك ومش عارفه ايه، بس هو يا جماعه عجبني وتقيل، وانا بحكم ان انا بنزل يعني الشغل بدري وكده، فلو لبسته كده على اي بلوفر مثلا من تحت على البنطلون وخلاص وحطيت الحزام عليه بس خلاص هو كده اصلا. بصوا شايفين؟ بصوا بقى هوريكم التفاصيل. فهو عجبني وكل حاجه. طبعا هتلاقوني في حاجات هبقى حاطه لكم سعرها لو انا فاكره، وحاجات لا. فده اهو، ده كان ب130 جنيه بس حرفيا تقيل، يعني يستاهل. تمام. اخر حاجه في اللبس بتاعي اللي انا جبته مش في المشتريات لسه، بس ده اخر حاجه في اللبس. جبت البنطلون الوايد ليج ده، برضو هتلاقي صورته هنا. بنطلون وايد ليج تحفه يا بنات، تحفه حرفيا. انا جبت اللي انا بتاع المره اللي فاتت، هلكته لبس، هلكته خلاص، بيقول لي ارحميني. فجبت معاه واحد تاني اسود لان الاسود عجبني وبيمشي مع كل حاجه. وهجيب كمان واحد جينز وواحد بوي فريند بقى، يعني عايزه اخلي البناطيل واسعه. تمام، ده كده خلصنا اللبس. ناخد بريك دقيقتين كده. رمضان داخل علينا، مش هنجيب له حاجات. جبت لست الكل، ست الحبايب حبيبه مفارش. الحاجات دي كسوة للخداديات اللي هي بتاعه الانتريه، مش عارفه بيبقى اسمها ايه، بس هي المخدات اللي بتبقى محطوطه على الانتريه والركنه والحاجات دي. فجبت لها ده شكل اهو. اوريكم بقى بقيه الاشكال، جبت لها منه حاجات كتير. جبت لها ده شبي وجبنا ده برضو نفس الشكل، يعني ده هيبقى فيه منه 3 ولا حاجه. وجبت القمر دي مش عارفه اسمها ايه، بيقولوا عليها نباتيت تقريبا. طبعا كل دول هتلاقوني حاطه لكم صورهم هنا بعد كل واحده بوريها.
وجبت بقى الحاجات بقى اللي هي رمضانيه قوي دي. بصوا الحاجات دي بقى بحبها قوي قوي قوي، بتخش في اعماق قلبي كده، حلو قوي. وجبت منها الازرق، يعني هجيب الاحمر مش هجيب الازرق، جبت الازرق. وجبت الموف، وجبت دي. وجبت دي. انا جبت طبعا بعدد المخدات اللي عندنا، يعني كل واحدة جبت ايه، يعني كل من كل شكل 2 3 كده، عشان يبقوا كل التلاتة مع بعض مثلا يبقوا عاملين طقم، فاهميني؟ بس فجبت الحاجات دي كانت رخيصة، يعني المفارش دي دول كانوا الاتنين ب25 من الخيامية او الازهر، مش عارفة بتقولوا اسمها ايه عندكم، بس دول من الخيامية. الخيامية دي اصلا جنبية، يعني مش بعيد عني، تمام. فهي اصلا اصل الناس اللي بيعملوا الحاجات دي في الخيامية وبيبيعوها بالجملة، هي اللي تعملوا شير الفيديو توصلوا كل عدد من الناس. وحشوني جدا جدا.